لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. جمهور النادي الاهلي الاقوى والاشرس على السوشيال ميديا. جمهور النادي الاهلي علم الزملكاويه يعني ايه دعم لاعبتهم. جمهور النادي الاهلي خلى علي معلول يكتسح شيكابالا بفارق كبير قوي يا زملكاويه. علي معلول رجل الجوله على حساب شيكابالا، وبايه نسبه الاستفتاء 95% لعلي معلول و5% لشيكابالا. والصحف الزملكاويه بتناشد الزملكاويه عشان يقفوا جنب شيكابالا، لكن لا حياه لمن تنادي. وفي الوقت اللي جمهور النادي الاهلي بيدعم فيه لاعبيه، معالي المستشار مرتضى منصور عامل فيديو بيقطع في امام عاشور ووالده وزوجته وحماه، والدنيا مقلوبه والدنيا مولعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسره ملعب افندينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعاده لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. ومستني ايه يا ابو الصحاب عشان تقف جنب اخوك وتدعمه باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، كان في استفتاء على مين هيكون رجل الجولة. رجل الجولة، ايوه الاستفتاء ده كان بيضم علي معلول وشيكابالا نجم النادي الاهلي والاسطورة الحية لنادي الزمالك. علي معلول اللي احرز هدف ولا اروع ولا اجمل من ضربة ثابتة وصنع هدف، وشيكابالا اللي نزل ابدع قبل العيد يعني وادى العيدية للزملكاوية واحرز هدف ولا اروع ولا اجمل وعمل اكتر من لعبة تدرس. لكن جمهور الزمالك فين؟ جمهور الزمالك وضعه ايه؟ جمهور الزمالك ما بيدعمش لعيبته ليه؟ جمهور الزمالك ما وقفش مع شيكابالا ليه؟ الاستفتاء طلعت نتيجته ب 95% لعلي معلول، يعني هيخش طب مرتاح، و5% لشيكابالا، يعني راسب وعن جدارة. ازاي ده يحصل واحنا بنقول ان اكبر جمهورين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك قطبي الكرة المصرية اللي جماهيرهم بالملايين؟ ليه كل استفتاء دايما جمهور النادي الاهلي بيخلي لعيبته حتى لو مش الافضل ان هم يكونوا الافضل؟ ده حتى يا راجل كان في استفتاء في ايفونا ضد احمد سيد زيزو. ايفونا لاعب اسوان اللي كان بيلعب في النادي الاهلي، جمهور الاهلي دخل الاستفتاء وخلى ايفونا ياخد رجل المباراة على حساب احمد سيد زيزو، هداف الدوري واحسن لاعب في مصر ومستر اسيست، لكن ما لقاش الدعم من جماهير نادي الزمالك في الاستفتاءات. عشان كده بنقول ان جمهور النادي الاهلي هم الاقوى على السوشيال ميديا، وده حقيقة ما ينكرها الا جاحد او حاقد او حاسد او مستغل او مستغل. ليه بقى؟ لان هقول لك، لان علي معلول مهما كان جمهور النادي الاهلي بيحبه وبيعشقه مش هيبقى قد حب جمهور الزمالك لشيكابالا، لان شيكابالا بالنسبه للزملكاويه اسطوره حيه. شيكابالا اللي شال اسم نادي الزمالك، شيكابالا ابن نادي الزمالك، شيكابالا اللي عمل كل شيء عشان يسعد الجمهور، وجت اللحظه اللي الجمهور هيرد فيها الجميل لشيكابالا وهيلاقي الدعم والظهير الشعبي اللي هيخليه يبقى رجل الجوله على حساب علي معلول. يا راجل ده جات لنا الفرصه ان احنا نكسب الاهلي في اي حاجه حتى لو في استفتاء، لكن جمهور الزمالك ما بيخشش الاستفتاءات. جمهور الزمالك اخره يتفرج ويشاهد لكن ما بيدعمش لعيبته. جمهور الزمالك بيحب الكيان وعاشق للكيان، محدش يقدر يقلل من ده، لكن قوه النادي الاهلي في جمهوره اللي شرس في المدرجات وشرس في السوشيال ميديا وشرس على ارض الواقع. لكن جمهور الزمالك الكيوت الطيب الحنون اللي بيتعامل بالمشاعر. وحقك علينا يا شيكابالا يا راجل يا مؤمن، ده الصحف
الصفحات انا اسف وسامحوني لو كنت منفعل، ما هو الموضوع يخرج الواحد عن شعوره. الصفحات الزملكاويه اللي دعت كل الزملكاويه ان تخش تدعم شيكابالا، منهم صفحه كبيره عليها 100,000 زملكاوي. 100,000 زملكاوي كان فاضل نص ساعة على انتهاء الاستفتاء ودخلوا وكتبوا بوست: بالله عليكم يا زملكاوية خشوا ادعموا شيكابالا. اللي بيحصل مسخرة ونتيجة يعني فضيحة، نتيجة كارثية. كان في الوقت ده علي معلول بنسبة 96% وشيكابالا كان 4%. متخيل 96% ل 4%. إلا إن جمهور الزمالك انتفض للبوست ودخلوا ودعموا شيكابالا وحولوا النتيجة وعملوا ريمونتادا تاريخية، خلوها من 96 نزلوها ل 95، ومن 4% رفعوا شيكابالا خلوه 5%. الله عليكم يا زملكاوية، الله عليكم لما يبقى استفتاء ومش قادرين حتى نكسبه. الله عليكم لما يبقى حتى ابنكم الأسطورة الحية مش قادرين تقفوا معاه. والمطلوب من شيكابالا انه ينزل يبدع، ومطلوب من لعيبة الزمالك ان هم يقدموا كل اللي عليهم. اذا كنا احنا ما بنقدمش اللي علينا، بنحب نادي الزمالك وبنعشقه، بنموت في الكيان وفي التراب اللي بيمشي عليه، لو ما اكون ما بشجعش الزمالك هكون ميت اكيد. شعارات جميلة وشعارات حلوة، لكن تطبيقها في ارض الواقع ما بنلاقيهوش. يلا 1000 مليون مبروك لعلي معلول، وهارد لك لشيكابالا. ومن حق جمهور الاهلي انه يطلع ويقول علي معلول حط الزغلول، لان احنا اللي خلينا علي معلول يحط بدل الزغلول زغليل. ده كان موضوعنا الاولاني. موضوعنا الثاني معالي المستشار مرتضى منصور وامام عاشور، اللي جمهور النادي الاهلي قالوها واضحه وصريحه: صالح سليم مش ناسيينه وامام عاشور مش عاوزينه. يعني خلاص صفحة النادي الاهلي اتقفلت قدام امام عاشور، وخلاص بقى امام عاشور ابننا يرجع لينا. وامام عاشور ما غلطش ولا اجرمش وما ظهرش وهو بيدعم النادي الاهلي، غير انه اعتذر لوليد سليمان واعتذر للكابتن محمود الخطيب. يعني حاجات كلها انسانية، انما ما طلعش قال انا اهلاوي ولا قال انا مضيت للنادي الاهلي ولا قال انا بتمنى اللعب للنادي الاهلي. بالعكس امام عاشور اخوه طلع ووضع على السوشيال ميديا ان هم عيلة زملكاوية، وامام زملكاوي بنسبة 100%، وان زوجته زملكاوية وابوها زملكاوي اصيل، وابن حماه بيلعب في نادي الزمالك. يعني من كل الاطراف امام عاشور زملكاوي. وعشان يطلع المستشار مرتضى منصور يحكي الحكايه ويحكي القصه والحدوته والروايه، ويقول لك ان حما امام عاشور تواصل مع الاستاذ شريف، يعني واحد مسؤول في نادي الزمالك، وقال له احنا عايزين نقعد مع المستشار مرتضى منصور. امام عاشور زملكاوي واحنا كلنا زملكاويه، وامام عاشور لما يرجع مصر يرجع الزمالك. كلام جميل اهو يا معالي المستشار، وكلام زي الفل وكلام محترم. ايه بقى المشكله؟ المشكله ان هم حددوا ميعاد الساعه 10 في فيلا المستشار مرتضى منصور، وخلاص معالي المستشار المفروض ان هيبقى فيه مقابله ما بينه وما بين امام عاشور وما بين حماه. الا ان المستشار مرتضى منصور بيطلع النهارده يقول لك انا كنت منفض للميعاد اصلا، انا ما كنتش عايز الميعاد ده، اصل امام عاشور مش في دماغي، اصل امام عاشور مين ده اللي افكر فيه؟ مش امام عاشور ده كان بيلعب يا زملكاويه، وكان الزمالك بيتغلب من اسوان ومن غيره. وبعض الناس الزملكاويه تقول لي اصله كان السنه اللي فاتت، ما كل اللعيبه كانت السنه اللي فاتت، انما السنه دي كل اللعيبه بلع. انا مش عايز امام عاشور، وامام عاشور بيعمل فيلم وتمثيليه عشان خاطر يزود فلوسه في بيراميدز، وبهدد سالم الشمسي ان هشتكيه للامير فلان الفلاني. يا معالي المستشار ممكن حضرتك تركز معانا دقيقتين؟ ممكن سيادتك تقول لنا احنا رايحين على فين؟ يا معالي المستشار نادي الزمالك صفقاته ايه؟ يا معالي المستشار اذا كنا مش قادرين نجيب ولادنا وبيراميدز بتخش تتنطط في الصفقات، هنجيب مين؟ هتقدر تقول لي ايه الصفقه اللي حضرتك تقدر تخش فيها قصاد
قصاد النادي الاهلي وقصاد بيراميدز وتقدر تحصل عليها؟ ولا حاجه. عارف ليه؟ لان كتر كلامك بيخوف اللعيبه، كتر كلامك اللي ليل ونهار وعلى السوشيال ميديا وعلى قناتك على اليوتيوب وعلى صفحتك على الفيس، والمشاهدات اللي انت طالع في اول الفيديو تتباهى وتقول ان الفيديو اللي عملته عن امام عاشور وكهربا جاب 70,000 مشاهده. خلت لنا احنا ايه؟ يعني انت لما رئيس نادي الزمالك طالع يتكلم عن المشاهدات في اليوتيوب، طب يا ترى عمل ارباح؟ جاب كام دولار؟ هو الالف عليه كام دولار يا معالي المستشار؟ يا رب يكون الار بي ام عندك عالي عشان بس نعرف نلم من القناه دي ونعمل صفقات في نادي الزمالك. حابب اقول لحضرتك على حاجه، امام عاشور اللي انت بتنتقده وبتقول ان احنا كنا بنخسر وهو موجود في اسوان، الزمالك انهار من بعد امام عاشور ما مشي. امام عاشور كان ماشي والزمالك كان اول الدوري يا معالي المستشار. يا معالي المستشار ركز معانا كده وانت تعرف وايه السبب في اللي خلانا نتغلب. هتلاقي السبب هو حضرتك، لاننا ما انهارناش بالشكل ده غير بعد ما حضرتك ما طلعت اتهمت لاعيبتنا ان هم بيشربوا بانجو وبيجيبوا حشيش وبيجيبوا نسوان واخلاق فاضحه وكلام كبير حضرتك عملته. يعني ان الفرقه انهارت بعد اللي حضرتك قلته. ده غير يا معلم مستشار حبسك، ده غير يا معلم مستشار القواضي اللي انت داخل فيها، ده غير يا معلم مستشار اقول لك ايه وعيد لك ايه كتير قوي يا معلم مستشار. انما يكون ان احنا هنشيل امام عاشور فشل السنه دي. طب امام عاشور مشي، ما كسبناش ليه يا معلم مستشار؟ خسرنا ليه في دوري ابطال افريقيا وخرجنا بفضيحه؟ خسرنا ليه في كاس مصر وطلعنا بفضيحه؟ خسرنا ليه الدوري؟ خسرنا كميه الماتشات اللي خسرناها دي كلها ليه؟ غيرنا بدل المدير الفني 2 و3 ليه؟ ما امام عاشور اللي كان السبب من وجهه نظر مشي. وبعدين تعالى لي هنا، هو مش كل اللعيبه زي ما سيادتك بتقول كانوا حاجه السنه اللي فاتت والسنه دي حاجه؟ مش يمكن المشكله مش في اللعيبه؟ مش يمكن المشكلة في اللي جاب اللعيبة واللي جاب الصفقات؟ يا معالم مستشار ابوس ايديك ورجليك ودماغك، بلاش نتكلم في فضايحنا على السوشيال ميديا. ما تطلعش تعتب على قنوات الزملكاويه اللي بيطلعوا يقولوا الاخبار اللي سيادتك بتقولها. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بناخد الاخبار من حضرتك وبنحللها كلامك وبنحلله، وفي الاخر بيطلع نتيجة التحليل سلبية. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش اخوه باللايك مستني ايه يا ابو الصحاب؟ ده معالم مستشار بيجيب 70,000 على الفيديو، انا كل اللي طالبه 70 لايك بس، 70 لايك وهتبقى فله وشمعه منوره. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.